أسعدتم مساء. نكمل معكم مشوار بحثنا في هذه الحلقة. نجد أن لا فضائل في السياسة لما تقوم به من أعمال وحشية بحق الطفولة والإنسان برمته، حيث نجد أن الحرب تتم تحت ذرائع نبيلة لا تمت بصلة للسلوك المطبق على الأرض، حيث يستخدمون حب الأرض والإيمان بالرب لإخفاء نواياهم الحقيقية في دفن الله والوطن معا وحمله في تابوت الجشع إلى مثواه الأخير، حيث نجد دوما أن البطش تعبير عن روح الأنانية الجمعية التي تمتاز بها نخب السلطة في قيادة القطيع نحو خططه الأكثر دهاءً. وما نلبث أن نجد الجماهير تتحرك بأدوات السلطة وتنفذ بدقة تعاليمها المحشوة بروح الإيمان الأعمى والتسليم بأن السلطة القائمة هو مشيئة قدرية إلهية لا يجدر معاداتها، إزاء فئة ناقمة تأتمر هي الأخرى بأمر معارضة السلطة التي تقود قطيعها بذات الأدوات. وهذه ليست مصادفة، إنما تداخل بنيوي في طبيعة الخطابين المنطلقين من أساس واحد، وهو التسابق على الاحتكار والهيمنة عبر الخطاب الإلهي الذكوري، والذي يتأبط حزمة من مآرب ومخططات لزج الجماهير في فوضاها البنيوية، حيث محاربة الفردية وقيمها الإبداعية هي من عمل السلطات القوموية الهرمية والدينية أيضا، لأنها تعتاش على إيجاد قوالب رديئة تابعة لأنظمة حكمها وأساليب إدارتها للمؤسسات وقمعها لكل من يتطلع لنظام ديمقراطي حر، حيث نجد أن الديمقراطية والحرية هما سلوكان محكومان بعدم النضوج في ظل حصار هذه السلطة للجماهير ومنعها من تحسس مدركات أفرادها الساعين للتغيير الديمقراطي، والذي سيحقق حرية للرجل والمرأة في صنع حياة جيدة دون قمع ذكوري أو هيمنة تقاليد وعادات تسعى دوما للحيلولة من وجود جيل يؤمن بحرية الاختيار والعمل. فالالتجاء للجبال لتحقيق هذا الترابط الحقيقي والتشارك في صنع حياة حرة في حرب الرجل مع المرأة لتحقيق مجتمع حر قادر على أن يكون اللبنة الموضوعية لبدء حياة ذات تشاركية حقيقية في صنع الوطن المنشود. لهذا ظل المقاتل يبحث أملا في أن يعيش حبه المنتهك حبيس الأسلاك والألغام، في هذا تعبير عن إرادة لا تقهر لإنسان مقهور في ظل هذا الاستعباد على طول خارطة كردستان بأجزائها الأربعة. نجد أن الإرادة الجماهيرية الخادمة لذاتها عبر أفرادها المعرفيين قادرين على إيجاد مخرج لأزمات التحزبية التي باتت وعاء وليدة عن التفسخ السلطوي الماكث في الأعلى والمتسلط على نمط الفكر وهيئته، وما الخروج عن معادلة الفساد الحزبي والسياسي عن طريق الفدائية الكردستانية إلا تعبير عن وجود لوبي جماهيري قادر على إماتة القوالب السلطوية أمام المد الجماهيري التائق للديمقراطية والحياة الأفضل. ولعل صفاء ذهن المقاتل
وتوقه لبذل كل نفيس لأجل تبديل واقع العبودية والاستعباد إلا تعبير عن روح التوثب للأمام في حياة قائمة على المساواة والحريات. فأمام بطش الحاكمية السلطوية لا يمكن الاستمرار بالكفاح السياسي وحده دون وجود المسلح، إذ نجد القوة في كثير من الأحيان تغير من مسارات الحل ومصائر الناس، بل وتفرض على المنظومة الفاشية الجالسة في برجها العاجي أن تسلك سلوك الاحترام للقوى المضادة. لهذا فحقيقة هذا التنازع قائمة في إشارة لنزاع قديم وهام بين قوى المحافظة وقوى التقدم، يتم دفع الكثير في سبيل القليل في كثير من الأحيان. فأمام هذه الغطرسة المتجذرة داخل جماهير مقسمة روحيا ومنهارة معرفيا، نجد أن مسارات الحل وأساليب الفكر والعمل تتباين حسب ظروف ومآلات الحدث. لهذا فالأجدر تحديد الإشكال القائم في حقيقة أن الذهن الجماهيري مشوش نتيجة حقنه بأبر المقدس الديني المتعلق بحقيقة الدين السياسي الذي مجد طوال حقب لريادة وحاكمية الحاكم المطلق. ولعل هذا سبب إخصاء معرفيا لمجتمعات مكبلة نخرها الفساد والاغتراب من كل صوب وحدب. من السذاجة إذن التعامل مع التغيير بأدوات سلطوية قمعية، إلا أن الجمهور الذي يعيش في ظل أدوات قمعية اعتاد على تشربها في العقل الباطن لن يقنع بسهولة بنمط الآليات الفكرية الجديدة، ولا سيما في ظل خلاف واضح بين نمط آليات الأسلوب، أيها أقرب للتغير وأيها يعود للماضي القائم في حقيقته على قطيعة الحاضر والنوم على أرائك التاريخ. في ظل ذلك أمكن لنا أن نعي أن نمط الحياة الاجتماعية يحتاج لوقت حتى يتم نقله وفق أدوات قد لا تتحرر تماما من ضغط المنظومة الأبوية، وقد تسهم في التكبيل بطريقة ما. من هنا أمكن لنا أن نعي أن الإرادة المعرفية الكامنة في روح الجماهير الشابة هي القادرة على إنقاذ المجتمعات من عهود الأبوية الحاكمة والتخلص من نمط وآليات الفعل وردة الفعل لما لها من أضرار على مسار التحول الديمقراطي على المدى غير المنظور. وعبر تشخيصنا لحقيقة حمل السلاح للدفاع عن الأرض والمكتسبات، إنما في حقيقته تعبير عن روح المعرفيين المتمسكة بالجذور من خطر الاقتلاع أو الإبادة. بشقها الجسدي والثقافي، فكم صارعت في سبيل بقائها وحضارتها ولم يكن في بالها السيطرة والهيمنة على مقدرات الغير، وكم من حروب كان هدفها طمس معالم الأمم المتحضرة، حيث الصراع على الجغرافيا في طبيعته صراع سلطوي اقتصادي تديره مافيات متحكمة بالمال والسلاح. وإزاء ذلك تتغير الجماهير في ظل التهديد الذي يمارس عليها لتنتقل لوضع حلول طبيعية تتمثل في بعث الإنسان الجديد المؤمن بالجذور والحفاظ على البناء. فالحلول تضعها الجماعات المسالمة في تشبثها بالحياة المشتركة، والتي بدورها تسهم في التأثير بشكل مباشر في بنية العقل الشرق أوسطي. فلا بد إذن من التأكيد على حقيقة هذا الصراع، والذي بغلبة الجماهير يمكن تحقيق منطق جديد للفكر باتجاه العيش المشترك. ولا شك أن هذا الانتقال أيضا ينطوي في داخله على الكثير من التحديات والمصاعب، فليست الحلول عبارة عن بنود وتعاليم توضع على لوائح الإعلانات وبرامج الأحزاب بقدر ما هي تعبير
عن إرادة الحياة لدى شعوب تحاول أن تنتصر في صمودها على النظم المتربعة كالكابوس في حياتها وفكر أفرادها الجدد. ولعل التشبث بالجذور هو انتصار للإنسان المعرفي وقيمه القائمة على الإعمار وبث الجمال في المكان من خلال إيجاد علائق طبيعية بينه وبين الذات الساعية في خلاصها من خلال تمكنها من استخدام مواهبها ومدركاتها دون كبح أو لجم. ولعلنا على ضوء ذلك نبين العلاقة التوأمية بين الأرض والإنسان عبر الصراع لأجل البقاء، من محاولات السلطويين الجدد في إحياء الذكورية المقدسة في اقترانها المشوه بين الديني والقوموي، والذي تجلى ذلك في حقبة الربيع العربي وأخصها الحالة السورية. لهذا نجد التعبير عن هذا النمط من الصراع هو في حقيقته انتصار كبير لقيم الحضارة على قيم التوحش والبداوة، حيث ينمو الإنسان في ظل هذا الصراع المباشر والمستفز في طبيعته، والذي يولد في ذاته الكثير من التساؤلات عن نمط حياتين أحدهما قائمة على تحدي الإنسان في قوته وعيشه واستقراره، وأخرى مضادة تعمل على الصمود بوجه تلك القوى العازمة على استغلال وإماتة روح التفوق لديه. وهنا يمكن أن نبرر جدوى هذا الصراع لأجل إنقاذ الحق من ربقة النص المقدس الذي تتلاعب السلطة في مضامينه لجر الغافلين إلى الارتزاق واستخدامهم كوقود عبثية. فعمل الأحرار في ظل الأرض هو التشبث بحقيقة القيم المستقاة من الدفاع عنها وبذل كل ثمين لأجل بيان المسعى المعرفي من بروز الابتكار كحقيقة لرغبة الكائن الحر في العمل وبناء الوطن. فالله وفق حقيقة هذا التشبث كامن في الحب وليس في نصوص الدم التي تحض على الكراهية وقتال المختلف، وهو الوجود في جماله وسحره وعراقته، وهو المعرفة في قيادتها للمجتمعات لسبل التنمية والازدهار والعمل بمتطلبات النهضة والبناء. فبعودتنا للحديث عن علاقة الفضيلة بالسياسة نجد عجزها عن تحقيق الحماية للجماعات التي تعيش المجاعة والحروب الأهلية والأزمات الإقليمية، حيث تقود القوى الاقتصادية الحروب فتسعى لنبذ مفهوم الحماية الذاتية والتي تسعى لها الفئة المنكوبة لصالح انتصار مفهوم الربح والمنفعة، حيث تغدو الديمقراطية مجرد شعارات كلامية تتستر على الانتهاكات هنا وهناك، حيث نجد الحرب في ماهيتها انحيازا لمن ينتصر تاركا وراءه الأثر البليغ من الاستنزاف والعبودية والدمار. فصناعة الألم والموت هما عدوى نقلتهما السلطات الشمولية لجماهيرها وأحزابها، وباتت نوعا من الإذلال الروحي والفكري لتقديم المزيد من القرابين والأضحيات لصالح وجود الاستبداد الذي بات الورم السرطاني الكبير، والذي يمكن أن نقول أنه المنافس القديم لأي علة مجتمعية أو ثقافية أو اقتصادية يشهدها العالم. ولا شك أن مقولة العالم المتمدن أو الحر مشكوك بها، إذ كثيرا ما تمتثل إجمالا للإبقاء على النظم المستبدة لأجل الإبقاء على مصالحها، ليصبح التستر على القاتل والقتيل عملها الاضطراري المفضل. إن عجز المنظومة الدولتية على تغيير هذه النظم يلزمها البحث عن مصالحها المادية في المنطقة استنادا على ما تفرزه هذه النظم من فجوات واحتقان كبير بين شعوب هذه المنطقة على المدى البعيد. إن هذه الفجوات تتضمن خلافات دينية تتجدد ونزاعات سلطوية جذورها من الماضي البعيد يتم تحديثها لتغليف العقول عبرها. فإن استحضار الماضي بصوره الوحشية استطاعت القوى الكبرى صناعته استنادا لخلفية شعوب الشرق الأوسط ولا شعوره الجمعي، فصور القتل والحرق والتمثيل بجثث وقطع الرؤوس والأيدي تم إعادة تأهيلها من مصادر التاريخ القديم القائم على الاقتتال السلطوي، وهو بيان واضح
لعقلية السلطة الحديثة في جر الشعوب إلى أوكار الرعب والخوف والتشوه الداخلي. فأخطر ما يتم تداوله مستنبط عن تجارب التاريخ الحافل بالصراعات العنيفة والتي أرادت إعادة الجماهير المخصية إلى بطن الماضي الوحشي بكل بشاعته وقسوته. فبقاء النظم التي تقتات على المركزية القومية أو المذهبية هو بمثابة تحدي بوجه العالم برمته إن لم يتم مكافحته.